سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله يا حبيبي. حياك الله شيخ. أنتم في الحوزة؟ شنو؟ تدرسون في الحوزة؟ حاليا؟ نعم ولا أنهيتم؟ ألو. أيوة يا شيخ محمد، هل أنتم تدرسون في الحوزة؟ نعم نعم. ما شاء الله شيخ محمد، بشرونا عنكم. أنا موالي من مصر وصديق معك على الصفحة، وأحببت أن أنا أسلم عليكم وأحب الموالين. حياك الله. أنا أحب الموالين في العراق كثيرا. حياك الله وأهلا وسهلا، شرفنا بيك. أنا أتشرف أن أنا بتصل عليك وأنك سمعني يا شيخ محمد عبد الواحد. يا الله، أستغفر الله، أني أتشرف بك يا حبيبي. أنت متواضع جدا. يا الله يا الله، دائما أتباع آل البيت متواضعون هكذا. اللهم صل جزاك على الله خير الجزاء. اللهم صل أنت على من فاطمة وين؟ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. نعم نعم، جزاك الله خير الجزاء. أنت من وين قلت لي؟ من مصر، والله مصري. يا حياك الله، أنا مصري أهلا وأبويا وسهلا. مصري وخالتي وخالي مصري وكلنا مصريين الحمد لله. حياك الله. نتشرف حياك بمصر أم الدنيا كلك حياك على الله. على يلا، على مصر أم الدنيا والعراق جوز خالتها. حياك الله يا شيخ محمد، اضحك. حياك الله شيخ محمد. كنت أتكلم عندي موالين هنا في مصر والحمد لله عندنا الكتب. لو تحب أفتح لك الكاميرا أوريك المكتبة عندي إن تسمح. كتب بحر لا الأنوار. لا، جزاك الله خير الجزاء، ما احتاج. حياك الله. كنت أتكلم مع الموالين لأن أبناء العامة يتكلمون في حديث: يا علي لا يحبك إلا ماذا؟ الا مؤمن. إلا مؤمن. هل الإسماعيلية مؤمنين يا سماحة الشيخ محمد عبد الواحد؟ الإسماعيلية بينكروا الأئمة بس بيحبوا الإمام علي، هل هم مؤمنون؟ الاسماعيلية نعم مؤمنون. يعني الله أكبر، كيف تقول ذلك؟ يعني هؤلاء ينكرون أئمة، الإمام جعفر الصادق، ينكرون الإمام الثاني عشر، ينكرون الإمام محمد الحسن الإمام العسكري. كيف مؤمنين يا شيخ؟ عجيب. انت قلت لي يحبون الامام علي عليه السلام. يعني اللي يحب الإمام، يعني هم أحبوا الإمام علي فهم مؤمنون حتى وإن أنكروا بقية الأئمة؟ لا يا شيخ. عزيزي، إيه اني مو متخصص اذا. دلوقتي مو متخصص ومن شويه في الحوزه وبتاع إيه يا شيخ محمد عبد الواحد؟ طب بلاش السؤال ده، بلاش السؤال ده. عندي روايه يا شيخ ان ابليس كان بيحب الامام علي، وبعدين الروايه هي موجوده في كتاب عيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق، والامام علي جري على ابليس ويقول: فعدوت خلفه حتى لحقت وصرعت الى الارض وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقي لاخنقه، فقال لي: لا تفعل يا ابا الحسن فاني من المنذرين، والله يا علي اني لاحبك جدا وما أبغضك أحد إلا شاركت أباه في أمي فصار ولد زنا. فضحك الإمام وخلى سبيل إبليس. فإبليس كان بيحب الإمام علي وبيحبه جدا. هل إبليس موالي؟ الو. قالوا أيوة، إبليس طلع موالي. بس اذا تسمح لي شوي. اتفضل يا شيخ، ولكن أقول هنيئا لك يا إبليس بعدك عن النار بسبب حبك لأمير المؤمنين. اتفضل شيخ محمد، حياك الله. حبيبي سيدنا. حياك الله سيد، بخير، صلى على محمد وآل محمد. اشوف اني بالنسبه لي توني قاعد ننام وانت خابرتني يعني. شويه مو متخصص، شويه قاعد من النوم يا شيخ، بس شويه بس. ابليس مؤمن اهو، ولو قلنا لا ده ابليس ملعون في القران، القران محرف. السيد نعمه الله الجزائري الملقب برئيس علماء الشيعه قال بتواتر القول بتحريف القران، فممكن الايه اللي فيها ابليس لعنه الله كان فيها ابليس عليه السلام او شيء. فابليس دلوقتي ما نقدرش نقول لعنه الله لانه بيحب الامام علي وبيحبه جدا، والامام علي ما سابوش. اصل الامام علي في معتقد الشيعه بيحب الزنا عياذا بالله عندكم، فقال: يا علي ده ما فيش حد بيكرهك الا شاركت اباه في امه فبيصير ولد زنا ابن زنا. فضحك الامام وقال له: خلاص لا دام بتحبني واي حد بيكرهني بيبقى ابن زنا. سابوا الامام وما رضاش يموته. يا كلام سعيد اني بتكلم معاك الشيخ محمد عبد الواحد، كان نفسي اتكلم معاك من زمان. حياك الله. الو. ايوه. سيدنا انت اخذتنا حاصل فاصل، ما شاء الله المصري سريع كلامه. المصريين بيتكلموا كتير يا سماحة السيد، والله أنا آسف. طب هل أبناء العامة مؤمنين؟ ما هو بيحبوا الإمام علي وبيسموا أبنائهم بالإمام علي وبيكفرون بقول إن في أئمة منصبين ويكفرون بعصمة الأئمة، فهل يحبون علي؟ هل مؤمنون؟ استاذي بس اعطينا مجال، خليني اوضح لك سالفه حتى انت بعد تستمر بكلامك. اتفضل حياك الله. اني مو ادرس بالحوزه.
ما من شويه ايه سمعت الشيخ طلعت من عباءتك ليه؟ انت من شويه في الحوزه، ومن شويه لسه صاحي من النوم، ومن شويه انت خدتني حيث بيس. يعني مش مهم بتدرسي في الحوزه وانت ما تعرفش حاجه خالص. بس انا بسالك سؤال، هل يا فاطمه لا يحبك الا مؤمن؟ هل حب فاطمه من الايمان؟ اعطيني مجال، اتشرف خليني بك. اوضح لك شغله. انا عرفت ان انت مش من الحوزه وكنت شغال سمكري سيارات، ما تعرفش اي حاجه في الدين خالص. بس انا بسالك انا وانت بندردش مع بعض. شيخ محمد عبد الواحد انا سعيد اني بتواصل معاه. هل حب فاطمه من الايمان؟ انا اتشرف بك. انا مو بالحوزه. ما انا عرفت حضرتك سمكري سيارات خلاص بقى، ومالكش في الحوزه وما تعرفش اي شيء، ومالكش في الدين ولا ليك في اي حاجه، وراجل خمرج وكل حاجه في وحشه فيه. انا بسالك بقى دلوقتي، يا علي لا يحبك الا مؤمن، هل ينفع اقول برضو ويا حسين لا يحبك الا مؤمن، ويا حسن لا يحبك الا مؤمن؟ لاني اعتقد ان حب الحسن من الايمان، وبغض الامام الحسن سلام الله عليه من النفاق. انا احب ال البيت والله. شيخ هرب الشيخ محمد عبد الواحد. الراجل انكر نفسه خالص، هيمشي في الشارع يقول لك انا مش محمد عبد الواحد. خلينا نجيبه تاني يمكن يرد علينا، يمكن يرد علينا. انا مش محمد عبد الواحد، انا ما اعرفش شيء. بيكنسل عليا والله، بيكنسل عليا. الله المستعان. بيكتب لي سيدنا، اي والله الان سيدنا بيكمل كتابه. هيكتب ايه يا ترى؟ سيدنا اذا تسمح الي، انا لسه صاحي من النوم ولست متخصص. خلاص روح يا عم محمد. من شويه كان بيدرس في الحوزه وبتاع. ما هذا الدين الضعيف الهش الذي لا يستند على ادله قويه واضحه بينه؟ يا عقلاء الشيعه اني لكم ناصح امين، دعوكم من هذه الديانه فورب الكعبه اني اتمنى لكم النجاه. والله ديانه مكذوبه. يستدلون بهذا الحديث وهو صحيح، يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حديث صحيح يستدلون به على أصل من أصول الدين. وكما بينا مرارا وتكرارا، خشوا على البث المباشر عندي، البث المباشر رقم 381. لو أي حد بيشوف الاتصال ده مقطوع، خش على البث رقم 381 هتشوف أنا مفصل في لا يحبك إلا مؤمن، وحب علي من الإيمان، وحب الأنصار من الإيمان، وحب فاطمة من الإيمان، وحب عائشة من الإيمان. وهذه شعبة من شعب الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة. أصلا يهديك يا شيخ محمد عبد الواحد، ويهدي الشيعة ويأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.